التعاقد مع الكابتن بادو الزاكي الذي جاء بقرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين استنادا لكفاءته وخبرته للبناء على ما تحقق. نبدأ من الصفر. جيت باش نحافظ على المكتسبات، جيت باش نطور المجموعة ونضيف أفكار جديدة. المنتخب الأردني عنده لاعبين عندهم جودة، عندهم طموح وعندهم خبرة، كذلك الجمهور عنده طموح وسقف عالي، والهدف ديالنا هو نبنيو منتخب قوي منظم وعنده شخصية قوية ويقاتل على كل كرة وكل نقطة. أنا كنآمن بأن المنتخب بحال المعيار هو الجاهزية والمستوى الفني، الانضباط والروح القتالية وكذلك الرغبة في حمل القميص. الإعلام بالنسبة لي فهو شريك مهم، وأنا منفتح على النقد وخا تكون الأسئلة صعيبة مادام المصلحة هي مصلحة، مادام الهدف هو مصلحة المنتخب. شكرا مرة أخرى، صفحة جديدة ومشرفة في تاريخ الكرة القدم الأردنية. شكرا لكم وأنا مستعد للإجابة على الأسئلة. شكرا كابتن. الإخوة الزملاء ممثلي وسائل كابتن بادو الزاكي اليوم المدرب المغربي الثالث لمنتخب النشامة. الكابتن الزاكي عنده ميزات، خبراته كلاعب خبراته كمدرب أعلى من الكابتن جمال السلامي وحسين عموتة. الكابتن حسين عموتة وصيف بطل آسيا مع النشامة والأول في المجموعة في التصفيات المزدوجة المنتخب الأردني على حساب منتخب المملكة العربية السعودية. كابتن جمال السلامي وصيف بطل كأس العرب وكأس عالم. اليوم الكابتن بادو الزاكي عام واحد استحقاق وحيد حتى الآن اللي هو كأس آسيا. ماذا سيقدم للمنتخب النشامة في ظل رفع سقف الطموح لدى شارع كرة القدم الأردنية؟ شكرا لك. يطالب بالكثير، ومن طبيعة الحال ملي كيكون عندك تنظيم جيد ولاعبين مميزين وجمهور مساند فغيمكن لك تنافس مع أي منتخب. لهذا فليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أنا متفائل إن شاء الله. سؤالي لك، اليوم أنت عقدك لمدة سنة وإحنا على بعد تقريبا 4 أشهر ونص من بطولة آسيا القادمة. عقد مدة سنة على ما أعتقد هذا الكلام بيعني أنه ما في رؤية مستقبلية ولا أنه راح نعد جيل للمستقبل، والكلام والعقد راح يعتمد على نتائجك في بطولة آسيا. فاليوم أولا كنحترم الرأي ديالك، ومن طبيعة الحال كنعرفوا بأن الطموحات ديال الجمهور الأردني وكذلك ديال الاتحاد فهي كبيرة، وأنا ما جايش هنا باش نعطي وعود كبيرة لأن الإنجازات ما كتدارش في الندوات الصحفية. كنعرفوا بأن المنتخب الأردني يحظى باحترام كبير، عنده تنظيم جيد، عنده لاعبين مميزين. كنعرفوا كرة القدم ماشي علم مضبوط، يمكن لك تلعب مباراة كبيرة وتخرج منهزم، يمكن لك تلعب مباراة متوسطة وتخرج رابح. لهذا حنا غادي نعملوا بكل ما بودنا باش يمكننا نعطيو منتخب قوي، منتخب منظم، منتخب مستقر يمكن له ينافس على أي بطولة يدخل لها، والتوفيق من عند الله. أستاذ محمود تفضل. أسألك عن ملف اللاعبين المحترفين الأردنيين خارج الأردن. نعرف أنه عدد قليل، عدد شحيح، يحتاج إلى البحث، يحتاج إلى كثير من العمل من أجل استقطاب هؤلاء اللاعبين. هل ستكون هناك ضوابط؟ لأنه في الفترة السابقة مع الكابتن جمال السلامي كانت هناك شروط، كانت هناك ضوابط، وربما منعت تقريبا بعض اللاعبين من القدوم لمساندة المنتخب.
كيف ستتعامل حضرتك مع هذا الملف، وهل ستكون هناك هل ستكون هناك مرونة مثلا في التعامل مع هذا الجانب من أجل دعم المنتخب؟ شكرا جزيلا. اولا بالنسبه للمرونه انا ما فهمتش عنده ما يقدم اضافه احسن من اللاعبين اللي كاينين هنا، وريهم وجهه النظر، طريقه العمل والتعامل ديالي، وكذلك حتى الاهداف اللي احنا تنشتغلوا عليها. من إعلام حتى عراقي إنه في بطولة رباعية ممكن تكون، فأنا بسألك هل حضرتوا، هل جهزتوا، هل في بطولة رباعية في العراق أو في الصين مثل ما سمعنا؟ هل كان في لك تحضير إلها خلال فترة شهر يعني ولا لسه بتجهز؟ والسؤال الثاني هو الكابتن بادو كان في عندك في الطاقم مع المنتخب النيجر كان طاقم محلي، فهل راح يكون في مدربين محليين مع الكابتن بادو الزاكي في المنتخب الأردني؟ بالنسبه للتحضير طاقم التدريب بالنسبه للنيجير، فالامكانيات ما يمكنلكش تقارنها مع المنتخب المغربي ولا المنتخب الاردني. لهذا الامكانيات كانت الماديه صعيب باش يمكن له تجيب كما كنقولوا طاقم المغربي الطاقم الاردني. وانا كان العمل تاعي في النيجير كان فيه 50% مساعده وسياسي و50% كان رياضي بحكم العلاقه اللي كتربط بين النيجير والمملكه المغربيه. لا غادي يكون معايا، ولاني ذكرته وابراهيم السقاف غادي يكون معنا. إلهك تفضل. وكالة عمرة الإخبارية، بداية بنرحب فيك كابتن. شكرا. يا مرحبا، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. سؤالي هو هل ستبني تشكيلتك بناء على اللاعبين الذين صنعوا الإنجاز في كأس آسيا وكأس العرب والتأهل التاريخي على كأس العالم، أم سنشاهد وجوه جديدة في المنتخب، وخصوصا أن لا تمتلك من الوقت سوى 4 شهور على كأس آسيا؟ وشكرا. 4 شهور فهي كافية. احنا كنتكلموا على منتخب، ما كنتكلموش على نادي. والمنتخب فانت كنعزل اللاعبين الجاهزين على حسب المرحلة والفترة. لهذا بالنسبة لي أنا رغم عندنا وقت كبير باش يمكننا نستعدوا ونكونوا واجدين ان شاء الله في الشهر ديال جانفي. الأردني شيء إيجابي على اعتبار أن الأفكار متقاربة. سألت عنك زملائي في سكاي نيوز عربية في الرحلة الأخيرة في أبو ظبي، حكوا لي أشياء إيجابية عنك بخصوص انضباطك وخصوص كثير أشياء إيجابية بخصوصك. حتى أنا جيت بدري أتأكد أنك فعلا منضبط، تفاجأت أنك جيت بدري اليوم على المؤتمر قبل بساعة وشوي. كان عندي سؤال مختصر سيد الفاضل، بحكم أنه العقد مدته عام، ما هو هدف الأردن في كأس آسيا؟ هل نحن البطل أو الوصيف؟ مع الشكر. أولا صعيب، ما كاينش شي منتخب في العالم كتمشي مرشح، ولكن كرة القدم كتخليك غير تتكلم وتثبت لك العكس. لهذا حنا غادي الجهودات غادي تكون مبذوله، لا من طاقم تقني لا من الاداره، نوجدوا منتخب قوي، منتخب منظم، منتخب كيدخل بواحد الثقه يلعب جميع المباريات وركب النقص كيف ما كان الخصم. هذا هو الاهم. بوجودك قود منتخبنا الوطني في المرحله القادمه، وفعلا بدي اقول شكرا للاتحاد انه كمل المسيره مع المدرسه المغربيه. عندي سؤالين. السؤال الاول موضوع حراسه المرمى، صار عليه لغط كبير بالفتره الماضيه، وانت حارس مرمى 86 في كاس العالم في المكسيك، ابدعت ونقلت المغرب للدور الثاني، واحترافك في مايوركا ومدريد كانوا بدهم اياك، وكحارس ممتاز وكمدرب ناجح ومميز. لكن احنا يمكن بمنطقتنا ابعاد شوي عن متابعه المدرسه المغربيه او الكره المغربيه عن كثب. بهمني التركيز او اسمع رايك في موضوع حراسه المرمى، كيف حيكون لك دور فيها. السؤال الثاني هو سؤال شخصي. في مقابلتي معك في قناه المشهد سالتك اذا ممكن تدرب منتخب الاردن او لا. بدي اعرف بس كنت انت متفق مع المنتخب او مع الاتحاد مع هذا السؤال ولا ما كنت متفق؟ شكرا جزيلا. نجاوبك على السؤال الاخير. عاد بالنسبه واش كنت متفق، بكل صراحه اقسم بالله لحد الساعه ما عقلتش واش فايت تكلمت. عاد جيت للندوه
انا ما كنظنش بان كان شي اتصال بينه وبين الاداره او من الاتحاد الاردني باش يمكن له يتعاقد بيا. حتى انا شكيت يمكن انت عندك معلومه. بالنسبه لحراسات المرمى فتنظن بان كاين حراس، لان تابعتهم على حسب بعض الالكترونيك، ابو ليلى، فخوري ونور الدين، يعني كاين حراس في المستوى، كاين ما كنظنش بان ابو ليلى فهو سيء لهذه الدرجه. هو عنده امكانيات، يمكن كذلك بالتواصل المعنوي نقدروا نرجعوا ابو ليلى للمستوى الصحيح تاعو، وكذلك العرين ديال المنتخب الاردني. اخوة الزملاء ناخذ من الجهة هذيك، تفضل. حسام العسال، بي بي سي. سؤالي الكابتن بادو الزاكي، حضرتك قدمت في استمرار للمدرسة المغربية. الكابتن حسين عموتة عندما أتى طبق الرسم التكتيكي 3-4-3 واستمر عليه الكابتن جمال السلامي. الكابتن بادو الزاكي هل سيستمر على نفس النهج التكتيكي أم سيكون هناك أفكار جديدة وخطة جديدة؟ وسؤال سريع آخر، رؤيتك لخط الهجوم مركز رأس الحربة في ظل التحدي الموجود فيه بعد إصابة الكابتن يزن عماد، ما هي الأسماء التي يعول عليها الكابتن بادو الزاكي في المرحلة المقبلة في مركز المهاجم 9؟ اولا بالنسبه لاسلوب اللاعب، فالاسلوب انا ما عنديش شي تغيير كثير، لابد خصني نحافظ على المكاسب، ولابد خصني كذلك نطور المجموعه ونعطي بعض الافكار جديده. ولابد ما نعتمدوش على اسلوب واحد، على حسب المرحله، على حسب الخصوم يمكننا ننتقلوا شكله لشكله اخرى على حسب كذلك القدرات ديال اللاعبين. السؤال الاخر اللي قلت لي غتكون الرؤيه تاعي واضحه ملي غادي نشتغل مع اللاعبين، وهنا غادي يمكن لي بادو زاك اليوم اكيد شاهد المنتخب الاردني في كاس اسيا، في كاس العرب، في كاس العالم. اكيد في عندك ملاحظات فنيه ليست على المدربين او على اللاعبين، ولكن على المنظومه. ما الذي اعجبك وما الذي لم يعجبك بالمنتخب الاردني في كاس العالم وتريد تطويره؟ هذا على المستوى الجماعي. وما رايك بكلمه المدرسه المغربيه؟ هل نحن امام فكر؟ الجواب تاعي غادي يكون على السؤال تاعك الاخر. بالنسبه للمنظومه تاعو يعني كيدخل بمركب النقص، بالعكس كيدخل شجاع ومآمن القدرات تاعو. من طبيعه الحال في كاس العالم اول خانته التجربه، وكذلك وبالاخص مباراه ديال الجزائر الكره ما نصفاتوش، حتى الاصابه الثانيه كان بامكان تكون اوفسايد، كان بالامكان. المشاركه تاعو الاولى فهو بصم على مستوى مميز مقارنه مع منتخبات اللي كانت عندها تجربه وكانت عندها يعني مشاركه ثالثه او رابعه. ناخذ من الجهه الاخرى، تفضل. سؤالي اليوم، لاعبين منتخبنا في الاغلب تحولوا من لاعبين كره قدم لمشاهير على مواقع التواصل ومؤثرين على مواقع التواصل، وبنشوف موضوع السوشيال ميديا بيزيد وقت البطولات. اليوم الكابتن بادو كيف راح يعمل لحل هذا الموضوع هو وجهازه المعاون، وانه نرجع لاعبينا يلعبوا كره قدم حقيقيه بعيدا عن اي مشتت خارجي؟ بكل صراحه انا متفق معاك، لان هذا جيل ماشي الجيل ديالنا اللي احنا عشنا جوج ديال الفترات بدون هواتف، بدون سوشيال ميديا. وهذا جيل اللي كيمكن المشاركه تاعو في السوشيال ميديا تكون عنده عليه تاثير سلبي، والامثله فهي كثيره. تنظن نعتقد بالتواصل وبالتوعيه نقدروا نجنبوا المجموعه من عده مشاكل في هذا الاتجاه هذا. يلا تفضل. يعطيكم العافيه. الحيل الخالدي من صحيفه الملاعب. اول شيء نرحب فيك كابتن بادو، نتمنى لك التوفيق برفقه النشامه. كابتن، كما تعلم انت المدرب المغربي الثالث الذي يقود منتخبنا الوطني، والمدرسه المغربيه حققت بعض الانجازات مع النشامه، ولكن مؤخرا وخصوصا بعد مشاركتنا بكاس العالم الجماهير الاردنيه فقدت ثقتها في هذه المدرسه. فهل الكابتن بادو قادر على استعاده ثقه الجماهير؟ سؤالي الثاني، غدا كلاسيكو الكره الاردنيه، فماذا يعرف الكابتن بادو عن هذا الكلاسيكو؟ وشكرا. انا السؤال تاعك ما فهمتوش ملي كتقول
الجماهير الأردنية فقدت الثقة في المدرسة المغربية، وإحنا كنعرفوا بأن المنتخب الأردني يشارك في كأس العالم. واش المنتخب الأردني مشى لكأس العالم باش يربح كأس العالم؟ النتائج مع من لعبتي مع النمسا، عنده أكثر من 5 أو 6 مشاركات. لعبتي مع الجزائر ومع الأرجنتين. يعني منتخبات اللي عندها بطولات قوية بلا انا ما غاديش نسمي، ولكن انت بالاشاره غادي تفهم. خرجت من هزمه ب5 وب4 رغم عندها بطولات قويه وعندها اسماء كبيره وفارضه الاسم تاعها داخل اسيا. ملي كنشوفوا يتجنبها كنا كنتكلموا على اداء اخر. لهذا بالنسبه لي انا كنشوف المشاركه ديال المنتخب الاردني في كاس العالم فكانت جد ايجابيه، وغتكون الايجابيه تاعها من بعد كاس العالم، بحكم غادي نتعاملوا مع لاعبين اللي خداو واحد التجربه، خداو واحد الثقه وتحاكوا مع مدارس مختلفه. استاذ شريف الشتاوي. فيك كابتن بادو. حسب ما فهمنا أن الطاقم المعاون حاضر مع حضرتك في المؤتمر، فقط لو تطلعنا تعطينا نبذة تقدمهم للجمهور الأردني، الأسماء، الخبرات والمناصب التي سيتولونها في فريقك المعاون. شكرا لك كابتن. اوكي. استاذ صايل. في 2004 كابتن محمود الجوهري كان له بصمة في اكتشاف المواهب في عدة درجات، في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية، وأهم هذه المواهب كان أسطورة حراسة المرمى عامر شفيع. فإن شاء الله نشوف أيضا مواهب في العمل القاعدي. هذا العمل القاعدي هنا غادي يمكننا نكتشفوا ونطوروا اللاعبين في أي مراكز، سواء كان الهجوم، سواء في الوسط، سواء في الدفاع أو في حراسة المرمى. من طبيعة الحال إذا كان هذا العمل القاعدي كيمشي بواحد الشكل جيد، فالاستمرارية ديال النتائج كتكون ديما نفس القيمه، ماشي نفس اللاعبين والامكانيات تاعهم، وكتولي تحصل على النتائج ماشي بشكل اللي كيتمنى الجميع. لهذا العمل القاعدي فهو مهم الا بغيتي تحصل على الاستمراريه في العطاء. توضيح لسؤال زميلنا محمود الفضلي، هو كان يقصد اللاعبين المغتربين في الخارج وليس المحترفين. اليوم كرة القدم المغربية بدأت تتطور على أساس اللاعبين المغتربين الذين يعني يكونوا ولدوا في أوروبا. هذا الموضوع مبهم ومعقد للشارع الرياضي ما تم توضيحه. السؤال الثاني موضوع الفئات السنية المنتخبات الأخرى. احنا اليوم لما نحكي عن رؤية وتطور لازم يكون التطور مش فقط على المنتخب الأول. اليوم احنا وصل فينا الحال إلى شطب بعض نتائجنا بالتصفيات. هل راح يكون في تعاون بين البادو زاكي والمدراء الفنيين في بهم؟ السؤال ديالي، الجواب ديالي واضح؟ جميل باتحاد كرة القدم انه يحفظ الجميل لاي مدرب يقدم الاضافة المرجوة لمنتخبنا الوطني. فنتمنى لك التوفيق والموفقية، وخاصة في بطولة كأس آسيا مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية. سؤالي جزء احنا زملاء الصحفيين سألوا كثيرا، ولكن تحدثت قبل قليل كابتن عن موضوع افكار جديدة. يهمنا أن يكون هناك أفكار جديدة في منتخبنا الوطني. للأسف جزء ما يعيب منتخبنا الوطني في الآونة الأخيرة أن أسلوب لعب منتخبنا أصبح واضح للخصوم. نلعب مع منتخب ترتيبه 10 زي منتخب ترتيبه 200 دوليا، فأصبحت المنتخبات تقرأ أسلوب. الفرنسي واضح، المغربي واضح، كتبقى هو كيفاش الإنسان كيدبر المباراة. وبالمسائل الالكترونيه بلا ما نذكر الاسماء، راك يمكن لك تعرف اي اسلوب ديال اي منتخب عالمي او متوسط. يمكن لك يعني قبل حنا ما كنلعبوا المباراه كتكون الاناليز ديال الخصم. النتائج انا بالنسبه لي اهم من الاسلوب، لكن اي اسلوب رغم ما كتكونش فيه الفرجه ونحقق به نتائج فمرحبا. تفضل. يعطيك العافيه كابتن بادو. صراحه كابتن
كابتن بدي ارجع على نقطة زميلي على مجموعتنا بكأس العالم، انت ذكرت انه كانت مجموعتنا قوية كان بها النمسا والجزائر والارجنتين. طب لو بدنا نيجي نحكي في جزيرة صغيرة اسمها كان فيردي، شوف شو سوت بكأس العالم، تعادلت 3 مباريات وتأهلت، لعبت مع بطل العالم واحرجت بطل العالم، بالرغم انه مجموعتها كانت اقوى من مجموعتنا وتعادلت مع اسبانيا. احنا يعني صراحة تصريح هذا خوفني كابتن، احنا وين طموحنا بكأس آسيا؟ يعني انت لما تيجي تقول لنا كابتن مجموعتنا قوية وادائنا كويس، ادائنا ما كانش كويس بكأس العالم، احنا شو طموحنا بكأس آسيا بعد التصريح هذا؟ اولا انا كنحترم الرأي ديالك، ما جاش ما حضرش، لهذا كل مباراة عندها تأثير تاعها وعندها كذلك الاستعداد تاعها الخاص. وبالنسبة اش غنديروا في كأس آسيا، خليونا عا نخدموا ونشتغلوا ديك الساعة. غادي نقول المباراة الحزبية هي اللي غادي تعطيك القيمة ديال المنتخب الأردني وشنو هي الأمل ديال المنتخب. وباش غتقول لي اليوم خصنا نمشيو باش نديو كأسيا، فهذا مطلب وهذه أماني، ولكن كرة القدم كما كنقول جزئيات صغيرة إلا مشات معاك كتمشي إلى أبعد نقطة. ولا كان خلينا نفتح مجال الأسئلة لو سمحت. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا. تفضل. أنا نعطيك واحد التاريخ مع المنتخب المغربي في 2004. رغم الإقصائيات اللي درنا من 18 نقطة جبنا 16 نقطة، يعني 5 انتصارات وتعادل. سجلنا 10 أهداف وما دخل في مرمانا ولا هدف. مشينا للنهائيات لتونس، كون ما لعبناش مع المنتخب التونسي، كون منتخب امام الجمهور ديالو في الارض ديالو، كان غتكون نتيجه اخرى. لهذا شكرا لك. شكرا. ناخذ كابتن، سؤالي في البدايه او ملاحظه صغيره، انا واحد من الناس ما به الخارج، ولكن لاعبين الكره المحليين موجودين في انديتهم، لاي مدى فرصه تمثيلهم للمنتخب الوطني؟ إذا إحنا بنحكي على الموسم الماضي، يمكن أفضل لاعب كان في جميع البطولات وبشهادة جميع المراقبين والمحليين هو يوسف عبد الرحمن صيصة، لم يكن لديه أي فرصة في تمثيل المنتخب. وهل كابتن بادو زاكي سيعتمد على النظرة الأولى في استدعاء أي لاعب، أم راح يكون هنالك عدة فرص لبعض اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني؟ وشكرا. أولا يكون متابعة للدوري، لأن كنعرفوا الأندية، المنتخب كيبدا من الأندية، وأي لاعب مميز غتعطاه الفرصة ديالو، ومن طبيعة الحال حنا خارج الوطن. شكرا. السؤال قبل الأخير، تفضل. الشيء اللي تشوفوا أنه لازم يتغير حتى يصبح وصول الأردن لنهائي آسيا شيء متوقع وليس مفاجأة، ما هو الشيء اللي أنت كمدرب نظرتك لهذا الشيء انه لازم انه يكون يتغير بالمنتخب الوطني حتى نوصل ويكون المنتخب الاردني متوقع ومؤهل لنهائي كاس اسيا؟ كاس عالم لهذا غنكونوا تحت الانظار وتحت ذاك الضغط، وملي كتكون عندك كتعمل بواحد الصدق وكتكون قريب للاعبين، فالنتائج ما كتكونش مستحيله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم قناتكم توفيق سبور. كيفاش معنا الحلقة ديال اليوم المؤتمر الصحفي الأول للناخب الجديد المغربي مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي. كما شفتوا الفيديو، الأسئلة اللي كانت ديال المنتخب الأردني، أغلب الأسئلة ديال الصحفيين الأردنيين كيقولوا بأن المنتخب الأردني هذه المرة غيلعب على كأس آسيا، خصو يوصل الفينال، ولكن الجواب ديال الزكي كما شفتوا كان جواب منطقي. يعني ما تبقاوش تقولوا أن المنتخب مؤهل وغير مؤهل، أغلب المنتخبات كيكونوا مرشحين باش يفوزوا بالكأس، ولكن الميدان هو اللي كيحكم. كاين بعض التخوف من الإعلاميين على انتداب بادو زاكي، ولكن كرة القدمية هذه الملعب هو اللي غيبين أن المدرب واش يستاهل ولا ماشي يستاهل. كنتمنى تخليو الآراء ديالكم في الكومونتير، وكنتمنى أيضا تعملوا بواحد اللايك والاشتراك إذا كان ممكن، وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.